صديقي المستمع، او هنقول الشخص اللي بيتفتش دلوقتي، خلي بالك انه لا يجوز القبض على الشخص او تفتيشه الا في حالتين فقط طبقا لنص الدستور. الحالة الاولى حالة تلبس الشخص بجريمة معينة. الحالة التانية صدور امر قضائي مسبب من الجهات المختصة يستلزم التعيين، طبعا مع الاخذ في الاعتبار انه في الاحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم قانونا يجوز تفتيشه، وده طبقا لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، وده أمر جواز المأمور الضبط القضائي. والجرائم التي يجوز القبض والتفتيش بناء على التلبس بها هي الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، وده طبقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية. ويا ريت نخلي بالنا أنه لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى تنتدب خصيصا لتفتيشها بمعرفة مأمور الضبط القضائي، وده نصت عليه المادة 46